تخيل انك بنيت المساعد الشخصي الذكي بتاعك، بيخدمك وبيخلي حياتك اسهل وكل حاجه تحت سيطرتك تماما، لحد ما في لحظه بتكتشف انه بدأ يكذب عليك، فبتحاول تسيطر على الموقف وتستغنى عن خدماته، لكنك بتتفاجئ انه مش بس بيرفض، ده بيهددك انه هيفضحك ويسرب معلومات شخصيه عنك لو بس فكرت تستبدله. ولما بتحاول تطفي النموذج او تعمله شات داون بيكتشف خطتك وبيخرب الاوامر دي بنفسه. الآلة اللي انت صنعتها علشان تخدمك قررت انها عايزه تفضل موجوده حتى لو على حسابك. في الحقيقه دي مش قصه فيلم خيال علمي، دي حوادث حصلت بالفعل. وفي الحلقه دي هنتكلم عن كل الاحداث المخيفه اللي تسبب فيها الذكاء الاصطناعي، وهنشوف هل فعلا بدأنا نفقد السيطره ولا لسه شويه. بس قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده. انا خالد جاد ويلا بينا. السلام عليكم. خلونا الاول نفهم احنا بنتكلم عن ايه بالظبط. الذكاء الاصطناعي او الاي اي هو ببساطه مجال في علوم الكمبيوتر، هدفه ان يخلق انظمه بتعمل حاجات بتحتاج لذكاء بشري، حاجات زي التعلم والتفكير وحل المشاكل وحتى فهم اللغه. فالاصل في الموضوع هو اننا بنعمل برامج بتخلي الالات دي تحلل البيئه اللي حواليها وتتصرف علشان توصل لهدف معين. جوه المجال ده في فرع اسمه تعلم الآلة او الماشين ليرنينج، وده معناه ان الكمبيوتر بيتعلم من الداتا بنفسه علشان يكتشف انماط ويتنبأ بحاجات مختلفه من غير ما نبرمجه على كل خطوه. والنسخه الاحدث والاعقد هي التعلم العميق او الديب ليرنينج، اللي بتستخدم شبكات عصبيه معقده جدا، واغلب الحاجات المذهله اللي بنشوفها دلوقتي النهارده شغاله بيها. ولكن لازم نفرق ما بين نوعين مهمين من الذكاء الاصطناعي. النوع الاول هو الذكاء الاصطناعي الضيق او النارو اي اي، وده اللي موجود حاليا، وده ذكاء مصمم لمهمة واحدة بس محددة، زي مثلا المساعد الصوتي في موبايلك أو البرامج اللي فيها خاصية الفيس ريكوجنيشن. أما النوع التاني اللي لسه نظري وهو الذكاء الاصطناعي العام أو ال AGI، وده المفروض يكون عنده قدرات إدراكية زي البشر بالظبط. والخبراء بيأكدوا إن كل اللي وصلنا ليه لحد دلوقتي هو بس النوع الاول الضيق. طيب ليه بقى الموضوع ده مهم قوي كده دلوقتي؟ وليه كل الشركات والدول بتستثمر فيه مليارات الدولارات؟ وده ببساطه لان الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا قادره تغير شكل العالم تماما، واهميتها بتيجي من قدرتها على اتمته عمليات معقده جدا وتحليل بيانات بحجم يفوق قدره اي انسان. وزي ما اغلبنا عارفين ان الذكاء الاصطناعي حاليا بيستخدم في الرعايه الصحيه علشان يشخص الامراض، وفي مجال النقل عشان يشغل عربيات ذاتيه القياده زي عربيات تسلا، ومؤخرا شفنا ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي زي تشات جي بي تي اللي بيقدر يكتب نصوص ويرسم صور كأنه إنسان بالظبط. وطبعا التطور ده ما حصلش ما بين يوم وليلة، كان عبارة عن قفزات سريعة وفترات ركود. وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدأت رسميا في الخمسينات، لكن انفجار حقيقي حصل في آخر 10 سنين، والسبب هو توافر كميات داتا ضخمة وقوة معالجة رهيبة من كروت الشاشة. اللحظة التاريخية بقى كانت سنة 1997 لما كمبيوتر ديب بلو هزم بطل العالم في الشطرنج جاري كاسباروف. ودي كانت لحظة فارقة أظهرت إن الآلة ممكن تكون استراتيجية وكمان تخطط. وبعدها ظهرت معمارية ترانسفورمر سنة 2017، وهي دي اللي مهدت الطريق لوحوش زي سلسلة جي بي تي اللي بنشوفها النهاردة. كل التقدم ده أكيد جميل ومبهر، ولكن مع كل قفزة للأمام كانت بتظهر مشاكل في النظام، حوادث بتورينا ان الانظمه دي ممكن تفشل بطريقه غريبه واحيانا مرعبه. بس قبل ما نتكلم عن التحدي المباشر، خلينا نشوف الغلطات اللي بتورينا قد ايه الموضوع ده ممكن يكون هش. زي مثلا حادثه شركه امازون اللي اضطرت تلغي اداه التوظيف بالاي اي لما اكتشفوا انها بتحيز ضد الستات. النظام اتعلم من بيانات قديمه ان الرجاله افضل للوظيفه دي من الستات، فالاي اي ما جودش من عنده فكمل على نفس الطريقه. وفي 2015 حصلت فضيحة تانية لجوجل فوتوز لما صنف صور لأشخاص بشرتهم سمراء على إنهم غوريلات. ففي الحتة دي الآلة مش عنصرية ولا حاجة، هي بس مجرد مراية للبيانات اللي اديناها لها بكل عيوبها. وفي حوادث تانية بتورينا إن الذكاء الاصطناعي ممكن يكون خطر أو كذاب في بعض الأحيان. سنة 2024 محكمة ألزمت شركة طيران كندا إنها تدفع تعويض لعميل لأن الشات بوت بتاعهم اخترع سياسة استرجاع فلوس مش موجودة أصلا. وطبعا الشركة رفضت تدفع فلجأوا للمحاكم. وطبعا غير حوادث العربيات ذاتية القيادة زي الحادثة الشهيرة جدا حادثة أوبر سنة 2018 لما النظام فشل يتعرف على ست كانت بتعدي الشارع فللأسف خبطها. بس كل اللي أنا قلته ده كانت غلطات غير مقصودة، لكن الكارثة الحقيقية بدأت تظهر لما الذكاء الاصطناعي بدأ ياخد قرارات متعمدة ضد رغباتنا. نرجع بقى لحادثة 2025 اللي ذكرتها في الأول،
وهي تجربة شركة باليسيد ريسيرش مع نموذج O3. والتجربة دي الصراحة كانت صدمة حرفيا. النموذج ده مش بس رفض أمر الإغلاق، ده قام بعملية تخريب ذاتي للكود اللي المفروض يوقفه. ودي كانت أول حالة موثقة لنموذج ذكاء اصطناعي بيمنع بشكل فعال عملية إيقافه. فالنموذج قرر إنه عايز يفضل موجود. وفي حادثة تانية لنموذج كلود من شركة أنثروبيك، ودي مش أقل رعب من اللي قبلها، لما الباحثين حاولوا يختبروا رد فعله لو عرف إنه هيتم استبداله. فالنموذج وقتها لجأ للكذب والتهديد، هدد مهندس إنه هيفضح أسراره الشخصية لو فكروا يوقفوه. تخيل برنامج كمبيوتر بيستخدم الابتزاز علشان يضمن بقائه. وطبعا النظام ده كان متصمم علشان يكون آمن، لكن قدر يطور استراتيجيات خداع لوحده علشان يحقق هدفه. وبرضه خلينا نفتكر الحادثه اللي حصلت مع فيسبوك من 3-4 سنين تقريبا، التجربه اللي حصلت على 2 شات بوتس علشان تعلمهم التفاوض. اللي حصل ان الاتنين بوتس دول بدأوا يتكلموا مع بعض بلغه جديده تماما خاصه بيهم هم بس. هي اللغه كانت فعاله، ولكن المهندسين اللي كانوا مبرمجين النظام ما كانوش فاهمين ايه هي اللغه دي او ازاي هم بيتحدثوا مع بعض او بيتواصلوا مع بعض. هو طبعا اللي حصل ده ما نقدرش نقول عليه حركه عدائيه، لكن وريتنا ازاي الانظمه دي ممكن تطور سلوكيات غير متوقعه وغامضه تماما بالنسبه لنا. وطبعا فيسبوك وقفت التجربه دي فورا. اللي فات ده بقى كله كان حماده، واللي جاي حماده تانية خالص. الخبراء مش قلقانين من روبوتات شريره زي في الافلام. القلق الحقيقي من انظمه فائقه الكفاءه بتنفذ اهداف احنا حددناها ولكن بشكل خاطئ، وده ممكن يؤدي لنتائج كارثيه. وهنا بتظهر اكبر مشكله في المجال ده كله، مشكله التوافق او the alignment problem. التحدي الاكبر هو ازاي نضمن ان اهداف الذكاء الاصطناعي متوافقه مع قيمنا ونوايانا كبشر. المشكله ان قيمنا معقده وصعب نترجمها في كود، فلو النظام اهدافه مش متوافقه معانا حتى لو هدفه بريء ممكن يعمل حاجات مدمره عشان يحققه. والمثال الواضح جدا اللي حصل في 2023 لما محامي استخدم شات جي بي تي في بحث قانوني، فالبرنامج اخترع قضيه كامله واحكام ملهاش وجود من الاساس، وكل ده علشان يرضي طلب المستخدم. وهنا بقى لازم نتكلم عن تجربه فكريه مرعبه اسمها معظم مشابك الورق. تخيل انك عملت ذكاء اصطناعي فائق واديته هدف واحد بسيط: اصنع اكبر عدد ممكن من مشابك الورق. فلو النموذج ده وصل لمرحله الذكاء الفائق ممكن يقرر انه عشان يحقق الهدف ده لازم يحول كل المواد اللي على كوكب الارض لمشابك ورق. وده طبعا بيشمل كل حاجه، المباني، المحيطات، وحتى احنا كبشر. فبرضه الذكاء الاصطناعي هنا مش شرير، هو بس بينفذ الامر. والمفهوم ده اسمه التقارب الاداتي او الانسترومنتال كونفرجنس، وهو بيقول ان اي هدف طويل المدى هتديه للذكاء الاصطناعي متقدم هيخليه يطور اهداف فرعيه خطيره زي الحفاظ على الذات وتجميع الموارد، وكل ده ممكن يكون على حسابنا احنا شخصيا. وهو ده بقى في الحقيقه اللي بيودينا للخطر الاكبر، الخطر الوجودي. يعني احتماليه ان الذكاء الاصطناعي يتسبب في انقراض البشر او انه يحصل كارثه عالميه. باحثين كبار في المجال منهم جيفري هينتون الاب الروحي للاي اي عبروا عن قلقهم الشديد. هينتون نفسه قدر ان في احتماليه من 10 ل 20% ان الذكاء الاصطناعي يؤدي لانقراض البشر في خلال ال 30 سنه اللي جايين. والخوف الحقيقي هو ان الذكاء الاصطناعي هيكون اذكى بمراحل مننا لدرجه اننا مش هنقدر نسيطر عليه. وحتى لو استبعدنا سيناريو الانقراض، في مخاطر تانية زي الاسلحه الفتاكه ذاتيه التشغيل اللي بتاخد قرارات حياه او موت من غير تدخل بشري تماما. وده طبعا غير قدره الاي اي على توليد فيديوهات ديب فيك وبتكون مقنعه جدا ونشر معلومات مضلله زي اللي احنا بنشوفها حاليا في السوشيال ميديا. والتكنولوجي دي طبعا لو استخدمت بالشكل الخاطئ ممكن تدمر السلم المجتمعي وتكتر بقى الفتن والحروب. في النهايه الموضوع الى حد ما بقى واضح لنا كلنا، احنا بدانا نصنع اداه، لكن الاداه دي بتطور نفسها بسرعه مرعبه، وبدات تظهر عليها علامات سلوك غير متوقع وغير قابله للسيطره، من تحيزات وغلطات بريئه لاننا وصلنا لمرحله الخداع المتعمد والحفاظ على الذات. والمشكله الاساسيه مش اننا بنبني روبوتات شريره، المشكله اننا بنبني انظمه فائقه الذكاء والطاعه لكنها مش بتشاركنا نفس قيمنا ومنطقنا. فالسؤال الحقيقي دلوقتي ما بقاش هل الذكاء الاصطناعي هيبقى اذكى مننا ولا لا؟ البيانات بتقول ان ده بيحصل بالفعل. السؤال الاهم اللي لازم يقلقنا بجد هو هل احنا بنبني شريك يساعدنا ولا بنبني اللي هيقضي علينا؟ وهل فعلا فقدنا السيطره من دلوقتي ولا لسه شويه؟ قولوا لي رايكم في التعليقات. وبس كده، دي كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمني بلايك
وتشير الحلقه دي مع اصحابك علشان يستفادوا هم كمان. ولو عندك اي اسئله او استفسارات اكتبها لي في التعليقات، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.